الخبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. أخطر سجن في المغرب، حقيقة فيديو حصد ملايين المشاهدات. المغرب يفاجئ دول العالم الكبرى بهذا القرار. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. أخطر سجن في المغرب، حقيقة فيديو حصد ملايين المشاهدات، حيث تداول المستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل أنه يظهر أخطر سجن في المغرب. يظهر في الفيديو مشاهد من زنزانات انفرادية بداخلها من يبدو أنهم مساجين، وأرفقت بمنشورات تقول نموذج عن أخطر سجن في المغرب. حصد الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة في بعض الصفحات، وتساءل مستخدمون في التعليقات عن مكان تواجده في المغرب. وبعد التحقق من الفيديو والمنشور تبين أنه لا علاقة له بالمغرب، وهو مصور في متحف في تركيا وفق فرانس بريس. ويظهر في الفيديو العديد من العناصر المثيرة للشك، إذ أن السجناء المزعومين أشبه بالدماء. إضافة على ذلك يظهر فتى في آخر الفيديو، ما يستبعد أن يكون هذا سجنا خطيرا. ويرشد التفتيش بواسطة كلمات مفتاحية مثل متحف سجن دماء إلى تقرير مصور على يوتيوب يظهر فيه نفس المكان الذي ظهر في الفيديو المتداول. ويصور الفيديو سجن أولوجان لار التركي الذي تحول إلى متحف تاريخي في العاصمة أنقرة. المغرب يفاجئ دول العالم الكبرى بهذا القرار. قالت شبكة إنرجي مونيتور الدولية إن المغرب يطمح إلى الانتقال الكلي إلى الطاقة النظيفة في ظل التغيير البيئي العالمي، مبرزة أن الرباط استثمرت أموالا مهمة في تشييد البنيات التحتية المرتبطة بالمشاريع الخضراء. وأوضحت الشبكة في هذا السياق أن الصراع العالمي حول الطاقة أثر كثيرا على المغرب، من خلال قطع الجزائر إمدادات الغاز الطبيعي عليه، ما دفعه إلى عقد شراكة جديدة مع إسبانيا قصد الاستغلال العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. ولفتت المقالة العلمية إلى أن المغرب يسارع الزمن من أجل الانتهاء من تشييد أنبوب الغاز مع نيجيريا لتأمين حاجياته من هذه المادة الطبيعية، بالنظر إلى الوضع الدولي المقلق المرتبط بالنزاع الأوكراني الروسي. وأكدت أن المغرب يستورد حوالي 90% من احتياجاته الطاقية، ما يجعله معرضا بشكل خاص لتقلبات أسعار السوق العالمية للطاقة، على اعتبار أن واردات المغرب من الطاقة بلغت أكثر من 153 مليار درهم سنة 2022، بزيادة 102% بالمقارنة مع 2021. وبهذا الخصوص ذكرت الوثيقة بأن المغرب يطمح إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة 52% بحلول عام 2030، و70% بحلول عام 2040، و80% بحلول عام 2050، في أفق عدم الاعتماد بصفة نهائية على الوقود الأحفوري الأجنبي. وأشادت المقالة البحثية بالتقدم المحرز في مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة الشمسية والريحية، حيث بلغ إجمالي الطاقة المتجددة المركبة 831 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و1466 ميجاوات من الطاقة الريحية، و1770 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية. وفي هذا الصدد قال الخبير الدولي بافان فيكرانام إن المغرب يخطط لتحقيق أهدافه الكاملة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة في أفق سنة 2050، من خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، وهو ما من شأنه تقليل الاعتماد على المصادر الحرارية الملوثة للبيئة. واعتبرت الشبكة الدولية أن قرار المغرب بخصوص عدم إدانة الطرف الروسي في النزاع الأوكراني مرده إلى المصالح الاقتصادية المتعلقة باستيراد الغاز من روسيا، مؤكدة أن إمدادات الغاز الروسي استمرت مع المغرب طيلة فترة الحرب. واستبعدت الشبكة حلحلة المشاكل السياسية بين المغرب والجزائر في العقود المقبلة، حيث اقترحت ضرورة تدعيم العلاقات التجارية المغربية مع القطب الأمريكي، بما يشمل مجال الطاقة إلى جانب العمل مع إسبانيا ودول البحر الأبيض المتوسط.